هذه سيكون هنالك عنوان لهدف أول. الكرة تلعب سريعة، ياسين بايود يمر وهنا السقوط وحكم المباراة يشير إلى ركلة جزاء. سقوط وعلي صباح يشير إلى ركلة جزاء. ننتظر الإعادة لنعطي القرار الشخصي، وبالتالي القرار بقي عند حكم المباراة. ركلة جزاء وسط غضب صارم هنالك من لاعبي نادي أربيل وياسين بحيلة الأفارقة. لاحظ هنا المغربي الكرة لعبت وهنا الحفوة كانت من جانب بارزان. مر ياسين الصورة من زاوية أخرى، لاحظ هنا مشكوك فيها تماما يا علي صباح. ننتظر القرار عند المختصين، ولكن برأيي الشخصي ركلة الجزاء لم تكن حاضرة. الآن المحاولة عند لاعبي أربيل. شيركو كريم يلقى الكرة ومحاولة ياسر قاسم من أن تخطئ، وهنا الاعتراض من السيد كوفند عبد الخالق على ما جرى. وهنا لاحظ هنالك احتكاك. ننتظر اللقطة التي كان هنالك اعتراض من خلال اللاعب كان ساقطا في أرضية الملعب، والقرار يبقى لحكم المباراة. نعم هنالك لمسة يد.